السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بسكوت غير أي بسكوت، هنتحدى بيها وصفة البيتيفور وبسكوت الزبدة وأي بسكوتات غالية. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت بشوية زيت على سمنة، خفيف وهش ومقرمش وطعمه روعة بطريقة سهلة جدا وبسيطة من غير مضرب ولا خلاط. هتعمليه على ايدك بالمضرب اليدوي العادي وهيطلع جميل وروعة، وكمان شكله تحفة جدا. هيشرفك لو هتقدميه لضيوفك. ما تنسوش بقى تدعموني بلايكات كتير عشان الوصفة توصل لأكبر عدد من المتابعين. واللي ما اشتركش في القناة ينزل على طول يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد من وصفات القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ وصفتنا. هنجهز بقى مع بعض بولة كبيرة ونكون محضرين كوباية إلا ربع من السكر الحبيبات العادي، وكوباية إلا ربع من السمنة، ممكن سمنة على زيت أو سمن بس أو زيت بس زي ما انت عايزة تحطي المادة الدهنية. بس أنا هنا عملت خليط من السمنة على الزيت، حسيت إن طعم البسكوت بتاعي هيكون أغنى وهيعلي كمان من القيمة الغذائية للبسكوتة بتاعتي. وهنضرب السمن والسكر مع بعض كويس جدا لحد ما نحس إن لونه بقى فاتح كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده هننزل بثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ. الثلاث بيضات دولت بيض صغير، إنما لو انت هتستعملي البيض الكبير الأحمر فاستخدميه اتنين بس. وعليهم ربع معلقة من الفانيليا، سواء كان الفانيليا الباودر أو الفانيليا السايلة. حطي معلقة من الفانيليا السايلة وهنخلط بقى كويس جدا جدا. وبعدين هننزل عليهم بمعلقتين كبار هرميين من النشا أو المايزينا، وفي المرحلة دي هنخلط بقى كويس جدا جدا لمدة 5 دقايق لا تقل عن كده، لغاية ما نحس خلاص إن القوام بقى كريمي جدا. وبعد كده هننزل بربع معلقة صغيرة من الملح، وفي المرحلة دي أنا حطيت ربع معلقة صغيرة من الملح عشان يعادل طعم البسكوتة اللي معايا. هتلاقي طعمها اتظبط جدا جدا وبقى أحلى بكتير مع ربع معلقة الملح اللي أنا حطيتها. وهنزل بعد كده بكوبايتين من الدقيق منخول على الأقل مرتين، وعليهم معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. وهنخلط بقى كويس جدا جدا الخليط اللي معايا. وهنكون شايلة على جنب نص كوباية من الدقيق. النص كوباية من الدقيق دي أنا حطاها معايا زيادة عشان لو لقيت البسكوتة بتاعتي أو عجينة البسكوت اللي معايا طرية ولسه العجينة سايبة، هنزل بنص كوباية الدقيق الزيادة بالتدريج. ما نحاولش ان احنا نزود دقيق بزيادة يا بنات عشان البسكوت بتاعي ما يطلعش خشن ويطلع ناشف ومعضم منك، وتطلع كمية المواد الجافة اكتر من السوائل اللي داخلة جوه العجينة. شايفين كده ما شاء الله اتظبطت جدا وملمسها بقى ناعم وطري، يعني العجينة اللي معاكي ولا هي ناشفة ولا هي طرية، يعني لما تمسكيها في ايدك كده مش هتلزق في ايديكي. وهقسمها على جزئين زي ما احنا شايفين كده، جزء هشيله على جنب والجزء التاني هحط عليه معلقة كبيرة هرمية من الكاكاو الخام الأسباني. ولازم نراعي يا بنات إن الكاكاو الخام اللي هضيفه على العجينة اللي معايا دي لازم يكون كويس جدا عشان ما يغيرش من طعم البسكوتة بتاعتي. وبكده بقى عندي جزئين من العجين، جزء بني بالشوكولاتة وجزء بالفانيليا. هحضر بقى سطح العمل بتاعي عشان اقطع البسكوتات بتاعتي، وهنقطع البسكوتة بمنتهى السهولة، يعني ما فيهاش اي صعوبة ولا فيها اي مجهود عليكي. تشكيل البسكوتة اللي معايا النهاردة في منتهى السهولة، وهي عبارة عن طبقتين، طبقة بالفانيليا وطبقة بالشوكولاتة. وهنبدأ الأول بطبقة الفانيليا. هنجيب كيسين من أكياس التلاجة وهنفتحهم زي ما شفنا كده. واحد هنفرده تحت في أرضية العجينة بتاعتي، وواحد هنغطي بيه العجينة من فوق. وبأي أداة عندك في الفرد هتفردي فوق البسكوتة، بس بسمك مش رقيق. ما ترقيش البسكوتة بتاعتك جدا عشان تعرفي تشيليها من على الكيس البلاستيك اللي عندك، يعني السمك ده كويس جدا جدا هيطلع البسكوتة معاكي معقولة قوي. وهتجيبي أي قطاعة عندك أو أي كوباية أو أي غطا علبة وهنقطع بيه بنفس الشكل ده كده. أنا كان عندي البصمة بتاعة الكحك حلوة تقطيعها كويس جدا واستخدمتها وقطعت البسكوتات بتاعتي الجزء الأولاني منها بنفس الشكل ده كده. وكده يبقى أنا قطعت الجزء الأولاني من البسكوتة ورصيته كمان في الصينية وخلصت القطعة بالفانيليا كلها، بس سبت قطعة من الفانيليا عشان الجزء البني المعكوس اللي هيبقى عندي في الصاج التاني. ومسكت بقى أخدت قطعة تانية من الشوكولاتة عشان أعمل الجزء الفوقاني زي ما شفنا كده في أول الفيديو، وفردته برضو بنفس السمك. وهقطعه بقى بشكل مختلف
عايزة تقطّعي بشكل نجمة، بشكل دايرة، أي شكل موجود عندِك. أنا كان الشكل النجمة ده موجود عندي فقطّعته، حسّيت إنه هيبقى جميل جدًا وهيبقى كمان مختلف عن الدايرة اللي عندي. أنتِ لو عندِك دايرة أصغر ممكن تعملي الشكل البني أو الشكل اللي بالشوكولاتة بأي شكل موجود عندِك حتى لو دايرة، فهيبقى برضه شكله جميل جدًا. بس أنا لقيت النجمة هيبقى شكلها مختلف وهيبقى شكلها شيك جدًا، جدًا على البسكوتة المدوّرة، فعملته وفعلًا طلع شكله تحفة جدًا. وبدأت أرص أشكال النجوم اللي بالشوكولاتة فوق الدواير اللي عندي أو فوق تقطيعات البسكوت الفانيليا اللي أنا كنت رصاه في الصاج اللي عندي. شايفين ما شاء الله شكله تحفة جدًا، والبسكوتة هتطلع مختلفة معاكِ، الفانيليا مع الشوكولاتة عامل شكل كأنها زي الجاهزة بالضبط. خلّصنا كده أول صاج معانا وهنحطه بقى في التلاجة لمدة 10 دقايق على بال ما نخلّص اللون التاني أو العجينة المعكوسة التانية. هنمسك بقى القطعة البني، إحنا قُلنا الصاج التاني هيبقى الأرضية بني والشكل اللي فوق هو اللي هيبقى بالفانيليا. هناخد في الأول خالص الشكل البني وهنعمل زي ما عملنا في الصاج الأولاني بالضبط، هنقطّع الدواير اللي في الأرضية. على فكرة يا بنات ممكن تعملي شكل دايرة أو شكل مربع أو أي شكل عندك، المهم يكون الشكلين مختلفين عن بعض، يعني الشكل اللي في الأرضية غير الشكل اللي انت هتضيفيه من فوق. بس ما تحاوليش وتجازفي وتقطعي تقطيعات بالسكينة كده عشوائية، مش هيطلع حلو خالص. التقطيعات المستوية سواء كانت دايرة أو مربعات أو مستطيلات، تكون أشكال معينة تكون جاهزة يعني، هي دي هتطلع لك البسكوتة فعلا شكلها مظبوط. نعمل بقى الجزء التاني أو الطبقة التانية للبسكوتة الغامقة. برضو أنا عملتها بنفس شكل النجمة وقطعت القطعة كلها نجوم زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ بقى أرص فوق الدوائر البني واحدة واحدة كده. ونخلي بالنا يا بنات، لو كنتوا خدتوا بالكم الأول في الصاج الأولاني أنا حطيت النجمة على طول من غير ما ألزقها بأي حاجة، لأنها مجرد ما تدخل الفرن أو تحس الحرارة على طول الطبقتين هيسيحوا على بعض وهيلزقوا في بعض تلقائي. شايفين الشكل ما شاء الله تحفة، البني مع الفانيليا أو الشوكولاتة مع الفانيليا عاملين تأثير تحفة جدا في البسكوتة بتاعتنا. وهندخلها بقى على درجة حرارة متوسطة لمدة تلت ساعة. كل صاج أو كل صينية هتاخد تلت ساعة في الفرن، يمكن أقل 5 دقايق بالظبط، يعني ما تزوديش عن كده علشان البسكوتة بتاعتك ما تغمقش منك. وأول ما يطلع من الفرن على طول شوية كده، أول ما يهدى تروحي محركة البسكوتة وتشيليه على طول في طبق بره الصاج، عشان لو سبتيه فترة كبيرة لحد ما يبرد خالص هتلزق في الصاج بتاعك وتطلعيها بصعوبة جدا. شايفين ما شاء الله شكل البسكوت كأنك جايباه من أحلى محل حلواني. ده غير كمان إنه مقرمش جدا وينفع كمان مع الشاي، هتسقسقي بقى في الشاي أو في الشاي بلبن، هتبقى بسكوتة طعمها تحفة جدا. حقيقي جربيها ومش هتندمي. كده البسكوتة بتاعتنا بتاعت النهاردة خلصت خلاص، وكده تقدميها وتحفظيها كمان لمدة طويلة، هتعيش معاكي وهتاكليها في أي وقت. طيب ممكن كمان تعمليها ايه؟ ممكن تاخدي أي بسكوتين، سواء بسكوتين من الشوكولاتة أو الفانيليا، وهتحشيهم سواء شوكولاتة قابلة للدهن أو شوكولاتة انتي مسيحاها أو مربى أو نوتيلا أو أي حاجة عندك ممكن تحشيها، سواء بقى كان البسكوتين شوكولاتة أو بسكوتين فانيليا أو واحدة شوكولاتة وواحدة فانيليا، هيبقوا تحفة جدا. ده برضو شكل من أشكال التقديم، إنما أنا فضلت كده إن البسكوتة تبقى سادة كده طعمها تحفة جدا في منتهى الجمال. والبسكوتة الجميلة المقرمشة دي يا بنات ممكن نضيفها في قائمة بسكوتات العيد، لأن فعلا شكلها يستاهل إنك انتي تضيفيها لطبق تقديم العيد. شايفين ما شاء الله شكلها تحفة، كأنك جايباها من أحلى محل حلواني فعلا. كده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى البسكوتة النهاردة تكون عجبتكم، وفعلا بسكوتة عبقرية، وأتمنى إنكم تعملوها وتجربوها. ويا ريت تدعمونا بلايكات كتير، فعلا دعمكم بيفرق معانا وفعلا هيوصل الفيديو لأكبر عدد من المتابعين. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.